السلام عليكم ورحمة الله. اليوم جيت نشارك معكم هاد السيجار اللي بالجبن ولا دانت فيمي اللي صراحة كيجيو رائعين وما كيخطونيش كل رمضان. غنشاركهم معكم وفي نفس الفيديو عادي نعطيكم طرق باش ما يتفرقعوش معكم هاد القنينطات ملي يتقلاو. عندي هنا جبن ابيض بلا ملاح عفوا. ممكن تستعملوا اي ماركة متوفرة عندكم، المهم يكون جبن كريمي بحال هاد الشكل هذا. هاد العلبة فيها نص كيلو، كل واحد كيستعمل القياس اللي بغا. انا غنستعمل الكميه يعني لا باس بها. هنا زدت قبيصه د الملح، شويه ديال الابزار باش عندي النسم، ممكن تزيدوا الزعتر ولا اي حاجه، انا كنبغي هاد النكهه تجيني طبيعيه. هنا عندي 130 غرام ديال الفرماج حمر، هنا 120 غرام ديال الفرماج فيمي، و 150 غرام ديال لادانت فيمي. اذا كان عندكم لادانت فيمي بالابزار يعني يمكن لكم تستغناو على الابزار اللي عملته في الاول. انا عندي لادانت فيمي نورمال. غنخلط مزيان بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. كنطلع من القاع داك الفرماج بيض وكنخلطه مع الفرماجات الاخرين ومع لادانت. كنبقى نخلط حتى كيتجانس لي المكونات كاملين مع بعضيتهم. كنظن الفيديو راه واضح، يعني ما يحتاجش الشرح بزاف. من بعد ما تجانسوا لي المكونات كاملين، هنا هو السر، غادي نزيد واحد صفر ديال البيضه وجوج معالق ديال النشا وغنخلط مزيان. الصفر ديال البيضه والنشا، او لا يمكن لكم تعملوا شابلوغ، معلقه ديال الشابلوغ كبيره حتى لجوج معلقات، يعني هادو كيصفوا لنا داك السوائل اللي في الفرماج باش ما كيتفرقعش معنا. بقيت كنخلط حتى داك الصفر ديال البيضه ما كيبقاش يبان نهائيا، وعادي نعمل هاد الحشو او هاد الحشوه عادي نعملها في النبيره لمده ديال اقل ساعه، اقل وقت هو نصف ساعه، انا خليتها ساعه. هنا عندي الورقه غنقطعها بهذا الشكل هذا، واذا كنتوا غتستعملوهم بريوات راه تلويوهم بالطريقه المعتاده ديال البريوات. وهنا غادي ناخذ شويه ديال الكميه ديال الحشوه ديال الفرماج ولا دنت، وكنبدا نلوي بهذا الشكل هذا. كندهن القاع ديالها بشويه ديال الطحين والماء، وغنبقى بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه كامله اللي معايا. هنا احتاجيت نص كيلو ديال الورقه، يعني هذيك المكونات كاملين كيديو لنا نص كيلو ديال الورقه. انا شاركت معكم اكثر من مره باش تشوفوا كيفاش كنعمل بالضبط، كيفاش كنلوي، كيفاش كيكونوا الجوانب ديال الورقه بهذا الشكل هذا. اذا جاوكم دقيق زايد كنمسحوا ديك الزياده باش ما كيبقاش. ممكن تقليوهم في الشابلوغ والبيض، وممكن تخليوهم غير هيداك.
ومن الخاصيه ديال القنينطات ديال الفرماج ضروري يدخلوا الفريغو عاد تقليوهم، يعني ما كيتقلاوش ديريكت كيف ما كتعملوهم، ضروري يكونوا مجمدين عادي كتقليوهم باش ما كيتفرقعوش نهائيا. وهذا هو الشكل النهائي. كنتمنى انه يعجبكم، واذا جربتوه ما تبخلوش عليا باشتراك ولايك وتبارطاجيوه مع اصحابكم. انا غنشارك معكم وحده تشوفوا التعليكه اللي كتجي فيها من الداخل. شكرا لاي واحد وصل الفيديو حتى الاخر، كنشكركم بزاف بزاف، وفيديو مقبل ان شاء الله.